سلام حبيباتي، جسبك كيف allez bien ومرحبا بكم في لاشين تاعنا. معكم شيرو. اليوم جيتكم حسب الطلب تاعكم. كنتو بزاف طلبتوا مني نورمالمون واحد 2 سيمين ولا طلبتوا مني نحط لكم فيديو على علاج البقع والدسة من الوجه. واليوم جيتكم بتقريبا يعني تقدروا تقولوا روتين اسبوعي طبقوه لمده مده 7 ايام. كل يوم راح نخبركم واش ديروا فيها، وراح ننصحكم ثاني بواحد الكريمات اللي فعاله بالبزاف. تقدروا تقولوا 80% تنفع بالنسبه للكلف، خاصه الكلف تاع الحمل. دونك باش ما نطولش عليكم البنات، لاول مره تشوفينا نقولها مرحبا بك في العائله تاعنا. ما تنسيش انك تشتركي في القناه. بلا ما نطولوا يلا اون با بارتي نبداو. بالنسبة لأول حاجة البنات حبيت نقول لكم عليها، كان واحد الثمن وصفات اللي أنا طبقتهم مدة 7 أيام. على بالي بلي راح بزاف منكم راح يقولوا لي بلي شوية 7 أيام صعبة باش أننا كل يوم ندير وصفة، ولكن البنات صراحة والله هادو الوصفات خفاف وما حاجة واحدة أخرى سيكم ما عندهم حتى تأثير سلبي على البشرة، ويفتحوا لك البشرة وبالعكس يزيدوا يرطبوها لك. على بالكم بلي في ترطيب البشرة ولا في تبييض البشرة اهم حاجات اساسيه لازم تكون كاينه اللي هو النيشه كامل على بالنا بها، عرق السوس سينو يا اما مستخلص عرق السوس ولا البودره تاع عرق السوس. بالنسبه للحاجه الثالثه اللي هي بالنسبه للكركم، والحاجه الرابعه اللي هي العسل والقهوه. هادو كامل جد مهمين بالنسبه لتبييض البشره. واليوم حبيت انني نشارك معكم بالنسبه للوصفات. اليوم الاول تقريبا هذه هي الوصفه اللي كنت نطبقها انا، هي وصفه بسيطه جدا مكوناتها متوفره في كل بيت. فقط البنات لازم لكم تتاكدوا من حاجه، البشره اذا ما كانتش نظيفه واذا ما كانتش مقشره بشكل مليح صراحه اي وصفه ديريها عليها ما راحش تنفع. يعني اذا كانت المسامات تاعك مسدودين بهذيك الحبوب السوداء بالرؤوس السوداء وكلش، عرفي بلي البشره تاعك ما راحش تستفاد من هذا الوصفه. لذا اذا حبيت تطبقي بالنسبه لهذا الروتين الاسبوعي ابتداء يوم السبت ولا يوم الجمعه، حاولي انك ديري واحد الروتين عميق للبشره تاعك. حاولي انك تغسلي البشره تاعك بلوجين نيتوايون اللي والمها، سينو غسلي بالنسبه لصابون حليب الماعز. كنت قلت لكم باللي شباب بزاف للبشره ويمنع ظهور الحبوب والبقع. الحاجه الثانيه يسي تقشري البشره تاعك. اذا ما حبيتيش انك تشري مقشر من الخارج، حاولي انك تجيبي فقط مقشر من البيت، مكوناتها تكون بسيطه اللي هو جوز الهند او زيت جوز الهند. زيدي معاه شويه تاع القهوه، بضع قطرات من زيت شجره الشاي، وقشري البشره تاعك بشكل مليح ولطيف. هذا يساعد على ان البشره هكا تتنظف. من بعد فتحي لي هذوك المسام ببخار، يكون ببخار تاع البابونج، يعني ديري فيه شويه تاع زهره البابونج، تقدري تزيدي معاه الخزامه والنعناع. وهكا بعد ما تفتح لك هذوك المسامات طبقي هادو الوصفات اسبوعيا. بالنسبة لأول وصفة حبيبتي اللي هي راني تشاركتها معكم، هذه وصفة شابة بزاف لتفتيح البقع وكذلك لعلاج الدسة. يعني راح تنفعك بالبزاف. على بالي كاين بزاف اللي حاملة وراح تقول لي بلي عندي بقع والدسة من الحمل، كاين اللي راح تقول لي جاتني البقع من الأشعة تاع الشمس، وكاين اللي راح تقول لي بلي عندي بقع تقريبا عدة سنوات ومازال ما راحتش وعالجتها. شوفوا البنات لازم تعرفوا بلي أنواع البقع تختلف. مثلا بالنسبة للبقعة الناتجة عن الحمل، يعني الكلف الناتج عن الحمل هذاك يروح، يعني يروح بالمداومة وباستخدام الأدوية. راح أخبركم بالنسبة للكريمات اللي ينفعوا بالبزاف اللي منصح بهم عالميا، وهما كريمات تقريبا تقدروا تقولوا 5 كريمات ترسيبها عالمي، ولكن أقواها خليهم لكم من هنايا. وبالنسبة للوصفات هادو راح نشاركهم معكم البنات. وثاني تنظيف البشرة وحماية البشرة من أشعة الشمس. يعني إذا انتي ما حميتيش البشرة تاعك من أشعة الشمس، ما درتيش الواقي الشمسي، وما استخدمتيش الكريمات اللي ما تكونش معطرة اللي ما فيهاش الكحول، لازم تعرفي بلي البشرة تاعك راح تتصبغ وراح تظهر فيها هذوك البقع. وبالنسبة للحوامل البنات من بعد الحمل مباشرة، حاولي انك ديري الروتين تاعك تاع حماية تاع البشرة مباشرة الاسبوع الاول بعد الحمل، لانك اذا تركتي هذيك البقع اسبوعين ولا شهر ولا شهرين راح هذوك البقع يولي صعب شوية انك تزيليهم. ومباشرة ما تشوفوا البنات اذا اي وحدة شافت بقعة ظهرت في الوجه تاعها لازم تعالجها مباشرة. علاش؟ لانك اذا ما عالجتيهاش هذوك البقع راح يزيدوا يكثروا، يعني هذيك الدسه راح تزيد تتوسع. لذلك بالنسبه للروتين هذا البنات راح ينفعكم بالبزاف. حطيت لكم من الفيديوهات تاع كل وصفه، حاولي انك تطبقيها السبت احد اثنين ثلاثاء اربعاء خميس وجمعه، راح تنفعك بالبزاف البنات. اما بالنسبه للكريمات اللي راح
تنفعكم بالبزاف البنات. الكريمه اللي رقم واحد عالميا هي الكريمه تاع سكينورين. كاين زوج تاع لي كريم، كاين سكينورين وكاين سيدو كريم. بصح بالنسبه للسكينورين احسن من سيدو كريم في واش تقلل المسام الواسعه، تزيل بالنسبه البقع الداكنه من البشره، وتزيل ثاني بالنسبه للرؤوس السوداء والبيضاء، وتنقص من حب الشباب والاثار تاعه. سكينورين روحوا حوسوا اي وحده يعني حبت تتاكد تقدر ديرها في جوجل راح تطلع عليها كامل بالنسبه لي بوزيتيف تاعها. اكيد ما عندهاش تاثير سلبي، ولكن بالنسبه لتاثيراتها الايجابيه بزاف اللي شكروها ومدحوها، وكاين بزاف اللي جربوها تقدروا تشوفوا في جوجل راح تتاكدوا منها، وكاين بزاف اللي راهم مسينها في الفيديوهات تقدروا تشيرشوا عليها في اليوتيوب ولا في التيك توك راح تلقاوها. بالنسبه للكريمه الزوجه اللي هي سيدو كريم. سيدو كريم الاختلاف تاعها ما بين سيدو كريم وسكينورين، سيدو كريم هي اصلا كانت مخصصه للاطفال الصغار، يعني الحمايه تاع البشره تاع الاطفال الصغار، ترطيبها للتبييض، وثاني يمكن ان وحده كبيره تستخدمها لعلاج البقع، لكن ما تعالجلكش البقع هذوك اللي يكونوا ناتجين عن الحمل ولا البقع اللي تكون شويه ثقيله، يعني اللي فات عليها عام ولا عامين. سكينورين هي اللي تنفع بالنسبه للبقع اللي يكون طالع عليها الزمن. اما بالنسبه لسيدو كريم تنفع لتبييض الركبتين، تبييض الكوعين. وما تتقلقوش البنات، غير بشويه راح ندير لكم واحد الفيديو نخبركم فيه على كيفاش ديروا تبييض الركبتين والكوعين وتخلصوا من اسوداد السنين باستخدام وصفات وكريمات راح تنفعكم بالبزاف. بالنسبه للصابونه كنت شاركت معكم صابونه تاع حليب الماعز. قلت لكم بلي صابونه تاع الحليب الماعز شابه بالبزاف، وكنت خبرتكم واحده النصيحه مهمه. قلت لكم بلي اذا راكم تغسلوا البشره تاعكم صباح وفي الليل، اسيو ماشي بنفس لو جال نيتوايون تغسلوا به الصباح وفي الليل. في الصباح مثلا اسي تغسلي بلو جال نيتوايون تاعك مثلا نيتروجينا ولا سيرافيل اللي كنت حطيتها لكم اللي شباب بالبزاف وغنيه عن التعريف. اما في الليل حاولي تغسلي بصابون تاع الحجره. كاين تقريبا واحد 3 تاع صابونات الحجر اللي نقدر ننصحكم بهم بالبزاف وكنت جربتهم انا. كاين بالنسبه لصابونه تاع الجزر، كاين صابونه تاع حليب الماعز، وكاين صابونه تاع الغار. صابونه تاع الغار اللي مخدومه بزيت الزيتون، هادو في 3 البنات يبيضوا البشره ويخلوا لك واحد الترطيب. فقط صابونه تاع الجزر ما تخليلكش ترطيب في البشره، شويه تنشف لك البشره تاعك، دونك اسي ترطبي مليح بشرتك من بعد استخدامها. بالنسبه للمرطب انا اللي نستخدمه حاليا واللي عجبني بالبزاف وراح نوريه لكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه، نخبركم عن الاراء تاعي في المرطبات اللي استخدمتهم، اللي هو المرطب تاع سيرافي. البنات كنت قلت لكم بلي سيرافي، يوسيرين، سيتافيل، هادو 3 هما عباره عن ماركات طبيه، يعني اذا استخدمتيهم اكيد راح ينفعوك اكثر من انهم يضروك. باغ كونطخ على هادوك الماركات العالميه كيما لوريال كيما دوف، هادو البنات حتى فينيس تقريبا عندهم واحد التاثيرات سلبيه. مثلا اغلب البنات اللي كانوا سياو بايوديرما وكانوا سياو بالنسبه لفينيس كانوا قالوا لي باللي ظهرت لنا واحد الحبوب رقيقه وبيضاء. هذيك الحبوب هي تحسس من الكحول. البنات دائما كتبغوا تستخدموا اي نوع تاع كريمه مرطبه على البشره تاعكم لازم تتاكدوا باللي هذيك الكريمه ما فيهاش الكحول، والا فانها راح تسبب لكم حساسيه في البشره وراح تسبب لكم ظهور البقع وكذلك الحبوب البيضاء. دونك حاولوا دائما تتاكدوا اذا شفتوا باللي هذيك الكريمه ما فيهاش ريحه عرفوا بان ما فيهاش الكحول. اما اذا سميتوا باللي هذيك الكريمه لا كريم ايدغاتون تاعكم الريحه تاعها قاصحه ولا ريحتها شابه عرفوا باللي فيها الكحول. دونك ايفيتوا لو ماكسيموم انكم تستخدموا الكريمات اللي فيهم الكحوليات. اما بالنسبه للكريمات اللي ما فيهاش الكحول كان بالنسبه لي سيرافي شابه بالبزاف، كان حتى الكريمه تاع يوسيرين بالرغم من انهم غاليين، ولكن البنات بالنسبه لسيرافي راح تشد لكم بزاف. تقريبا انا شدت لي واحد الشهرين وفوقهم 10 ايام، يعني تقدروا تقولوا واحد 70 يوم ولا هكاك شدت لي، وزدت شيت بواس واحده اخرى. اما بالنسبه للبنات الماء الورد وماء الارز حتى هما شابين بالبزاف. كاين 3 تاع البخاخات انا دائما ما يخطونيش، اللي هو البخاخ تاع ماء الارز، البخاخ تاع ماء الورد، وكذلك البخاخ تاع ماء الجزر. ماء الجزر وماء الارز تقدروا تخدموه في البيت ولكن ما ديباسوش 4 ايام، خلوه في الثلاجه ومن بعد عاودوا خدموا واحد سبراي واحده اخرى. اما ماء الورد على بالكم اللي تشروه من برا، ثاني هو اسيو تشرو اللي ما فيش الكحول. كان تاع ابو سعد انا كنت سيته ولحد الان مازالني متابعته، عجبني بالبزاف. سينون كنت حطيت لكم المره اللي فاتت في الفيديو السابق حطيت لكم ماء الورد، كاين زوج، كاين تاع بايوديرما نورمالمون، كاين تاع غارني جو بونس كاينه ماركه واحده اخرى كنت حطيتها لكم. هذو في 3 شابين بالبزاف وما فيهمش الكحول ويرطبوا لكم البشره بالبزاف. دونك كانت هذا هو بالنسبه للنصائح حبيت نقدمهم لكم، وهذه هي الوصفات
اللي حبيت نشاركها معكم. جاسبرك ان شاء الله يعجبكم بزاف. فقط اسيو انكم تسيوهم البنات وردوا لي بالخبر. بعد ما داموا هذه الوصفات اسبوعيا في شهر راح تشوفوا باللي هذيك البقع والتصبغات الناتجه عن الشمس راح تتعالج لكم بسرعه. وما تنسوش البنات المرطب قلت لكم خالي من الكحول، ماء الورد والسبرايات لازم يكونوا خاليين من الكحول. واما بالنسبه للأونتي سولي لازم ما تنسوش دائما يكون معكم أونتي سولي، حتى ولو كنتوا في البيت اسي ديروا واحد الكميه قليله، واذا خرجتوا برا اسي ديروا واحد الكميه تكون شويه كبيره ومعتبره في البشره تاعكم باش تحميكم من اشعه الشمس سيرتو في فصل الصيف. دونك وصلنا بهذا لختام هذا الفيديو. جاسبرك ان شاء الله يكون عجبكم بزاف. نحبكم بزاف حبيباتي، نشوفكم في فيديو اخر وتهلاو لي في رواحكم ومع السلامه. يلا باي.